السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حلوة الصلاة المقدمة دي يا الإبراهيمية ماما. جميلة أوي. صح؟ طبعا. حلوة ديت وجميلة وهادية ويا رب كده تبقى فتحة خير وكلنا كده على نبقى كل حد تلاقي بيقولها. بقى الكل بقى بيصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم ان ماما جت اهي النهارده وقلت اعمل بقى معاكم فيديو واقول لكم والله العظيم يا جماعه البيت اتغير جوه ولونه ودفى. وحسيت بقى. ان لما دخلت فيه دفى. أيوة. وانتوا تبصوا حتى في وشي تلاقيني كده بضحك كده ومبسوطه. بص مورد ازاي. بص بص مورد ازاي. هقول لكم فلتر. فيا رب كده ما يحرم كده اي حد من بيته ابدا. ولا من أم. هي طبعا كانت بتغير جو، يعني هي خرجت احنا اعتبرناها ان هي بتغير جو. طبعا. والحمد لله غيرت جو ورجعت كده كانت أحلى بقواعدها جو والله. سالمة. انا شايفاها مبسوطة بمعنى اصح. خلاص احنا احنا بعيد، احنا بنروح اخر الاوضة. ماما انتي مبسوطة؟ طب مع نفسك، اما تخلصي انبساطك بقى تعالي لنا كده طلي علينا ماشي. فيلا كده نبتدي الفيديو بتاعنا الجميل ونشوف هنعمل ايه. انا مبدئيا بصوا انا حاطه الكيكه في الفرن، بس هطلعها بقى وناخد رأي ماما بقى فيها. تمام. انا كان قصدي ان انا اجي الاقي ريحه الشقه كده او اخليها ريحتها كده كيكه. واخدين بالكم؟ بس جيتي لقيتيها مبخرة ولا مش مبخرة؟ كانت مبخره. الكيكه ايه الدنيا؟ ها؟ اخبار الكيكه ايه؟ حلوة جميلة. بصوا يا جماعة، عايزة أقول لكم بأقل المقادير بنتي بأقل التكاليف. تقتصد لقيت كوباية دقيق. ماشي، كوباية دقيق واحدة. قلت لها خلاص طيب، الكفته اللي في بقي وكله. قلت لها طيب افتحي الكيس البسبوسة وخدي كمان كوباية حطيها عليه. يا ماما هتبقى مش عارفة. قلت لها بس اعملي كده هتبقى تحفة يا ستة، كأنك هتعملي رواني. ماشي. قامت واخدة كوباية، خدت باكل باودر، خدت الفانيليا. قلت لها عشان تبقى حلوة والسيمولينا دوت بتاع البسبوسة يرتفع حطي معلقة خل. دي السميد. حطيتي سنة ملح. وخل. حطيتي ملح وخل. وخل. وحط سنة ملح صغننة، ذره يعني. ذرة صغننة كده. ايوه. والباكون باودر حطيت الباكو كله نص. بصوا بقى، انا قاعده في امان الله، جت تقول لي انا حطيت بيضه واحده يا ماما. قلت لها ليه ما خدتيش 2؟ طب ما البيض قدامك في التلاجة، ما خدتيش 2 ليه؟ ليه يا سماح؟ انا ايديا ميزان. لا ليه يا سماح؟ طب خليهم 2 ولا طعميايه. طب خليهم 2 يا فوزيه. سيبيه يمسكها يا فوزيه. بصوا البنت البخيله دي يا جماعه مش بخل. انا دلوقتي قدامي كوبايه دقيق ما تتعداش المج، يعني اقل من المج كمان في سنه، بس ما شاء الله كوبايه منفوشه دقيق. وعندك كل حاجتها. استني بس اما اقول لهم بقى. لا استنى ما اكمل الحوار. بصوا طب استنى ما ادوق. بصوا استنى عشان ما تبقى الصينيه بحالها كده. عايزه اقول لكم، بقول لها بيضه يا سماح. قالت لي بيضه، يعني علشان ده هي كوبايه واحده دقيق. قلت لها وحطيتي سيمولي اللي هو بتاع البسبوسه. ايوه. اخد بيضتين. ليه يا سماح ما خليتهمش بيضتين؟ قالت لي لا معلش انا حطيت بيضه واحده عشان على قد الدقيق. ونص كوبايه سكر وعلبه الزبادي. طب حطي علبه الزبادي، جهينه ما فيهاش قد كده. حطت نصها يا جماعه. يرضيكم؟ انتوا يرضيكم؟ ايوه يرضيكم. يخلصكوا كده. ايوه يخلصهم. حطت معلقتين سمنه وشويه زيت ونص كوبايه كمان. ماشي. معلقتين 3 معالق سمنه بزيت. 3 معالق سمنه وزيت يعني 3 مع بعض. بصوا البخل يا جماعه. لا مش بخل، انا مش بخيله الحمد لله، بس انا بحب اوزن الحاجه. ايديا ميزان، انا عارفه ايه اللي هيتحط وايه اللي هيبقى مظبوط في الحاجه. هتطلع مظبوطه ازاي. قلت لها حطيها نص ساعه بقى وما تفتحيش عليها خالص الفرن. بصي اللي بتتكلم وتشتكي ما شافتها انبهرت بجمالها.
والله جميله. اول ما شافتها. ليه بقى؟ عشان مشيت زي ما انا عايزه وعملت زي انا ما قلت لها طبعا يا ماما طبعا. بالظبط والله، بحذافير وكل كلمه بحذافيرها. اللي هو ايه، ما انت بتتريقي دلوقتي على كل حاجه، يبقى انا عملت بحذافير ايه؟ يبقى حطت انت اللي انصاص، بخيلة على انصاص يا جماعه، انصاص. والله لقيت كوبايه دقيق، استنى ما اقول لهم بقى. لقيت كوبايه دقيق موجوده، قالت لي حطي شويه من كيس البسبوسه عليه، الدقيق بتاع البسبوسه يعني كيس ني يعني. حطيت على الدقيق، لقيت عندي بيضتين، خدت بيضه واحده حطيتها بيضه. فانيليا. بيضه يا فوزيه، بيضه. بيضه يا فوزيه، بيضه. بصوا يا جماعه، بصوا جمال البسبوسه. بس بسم الله ما شاء الله، تسويتها والله العظيم، وطعمها تحفه تحفه. بس ناقصها كوبايه شاي بلبن. بصوا اصلا والله العظيم بسم الله ما شاء الله. عارفين يا جماعه، اعملوا الفكره دي. حطي كوبايه سيمولينا بتاع البسبوسه فوق كوبايه دقيق طحين واعمليها كيكه تبقى تحفه. وخليكي بخيله بقى زيي، مش كده؟ لا بس تزودي البيض بقى. حطي مثلا ايه، لو كوبايه وكوبايه. لا ازود البيض. نسيت البرتقال كمان. واخلي اسمعوا، دي ما ثانية دي حطت واحدة. نص برتقانه يا ناس، نص برتقانه. طب ما تحط البرتقانه كلها دي قد كده اهو صغطوطه. لو حطيت بيض زياده طعم البيض هيبقى باين. مستحيل، انا ما عنديش بيض بيبان. طب ما انا عملتها اهو ببيضه واحده. البيض مش زافر. نص برتقانه، نص كوبايه زبادي. دي كيكه الانصاص يا جماعه. الانصاص قاموا والقوالب ناموا. ما حطيتيش ليه البرتقانه كلها يا سماح؟ قالت لي ما هي الحاجه كلها بقت انصاص يا ماما. يا جماعه دي كيكه النص مج، النص كوبايه، مش الكاسه، نص كاسه. نص وقلع، نصه اوعوا تقلعوا. يعني دي نص ايه؟ نص وايه؟ نص بس. كل حاجه هتعملوها زي ما بنعمل برتقانه، زبديايه، بصوا بيضايه بس اقطموا وسطه. استني بقى ما اقول لهم المقادير. بيضه، نص كوبايه سكر. ده الكلام ده اللي ما عندهاش الحاجات دي، يا دوبك لقت كوبايه دقيق في البيت. ايوه لقيت كوبايه دقيق. وعندك سامولي بتاع البسبوسه، حطي كوبايه كمان. وبيضايه ونص برتقانايه. بس امان عليكي خليهم بيضتين. بيحطي بيضتين، ماما بتحبها نافشه عن كده يعني. بيضتين هتبقى حلوه قوي مع معلقه خل كده صغيره، مع باكون باودر، مع ورقه فانيليا وبرتقانه. بالله عليكي ما تبخلي وحطي البرتقانه بحالها. ماشي. والزبدايه بحالها، ما تاخديش نصها وتقطمي وسطها. طيب هتطلع اكتر من لا هتبقى حلو. عارفه لو سايله كده بتصبيها كده هتبقى في منتهى الجمال برضه. بصوا تحفه تحفه يا بنات، تحفه يا بنات والله بجد. هتبقى حلو اكتر من كده. ايه تصدقي يعني والله اللي تخاف منه ما يجي احسن منه. كيكه اقتصاديه. بصي هشه وجميله ازاي، خفيفه. كيكه اقتصاديه. والله خالص بجد. ايه رايكم في البتاع اللي انا لابساه ده؟ قولوا لي رايكم في التعليقات عشان كلنا نبقى مشجرين مطيرين كده. بس انا تخنت ولازم اخس شويه. بس اتقال التخنت فين؟ انا حاسه ان انا اتخنت. لا ده عشان دي مشجره اللي فوق، فبتدي تحسسك انك عريضه قوي كده. اصلا انا مش بحب التخن يا جماعه. يعني انا مش مع ان انا يعني انا سماح بتتخن من تحت بس، لكن من فوق لا. ما هو هي ليها كانت عامه الله يرحمها طول العمر كده، ليها كانت كده، كانت من تحت قد كده. يا انا مش قد كده يا ولاد. ومن فوق ما فيش خالص. الجسم يعني اللي هي الكمثريه الجميله دي. ما شاء الله عليا يعني. ما شاء الله، الله اكبر. 5 وخميس. ايوه 5 وخميس، الله اكبر. يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. المهم ان انا جيت النهارده، طبعا ماما كانت وحشاني جدا جدا، والناس قاعده تقول لي ايه ماما هترجع امتى، ماما هترجع امتى، وما صدقت ان هي رجعت. باتت يا اختي يوم هناك في بيتها وجت النهارده. ورجعنا تاني فيديوهاتنا الجميله اللي انتوا بتحبوها ان شاء الله. بس طبعا كان نفسي اعمل معاكم الكيكه، بس قلت اعملها سريع وبعدين نقعد نتخانق انا وهي عليها في الاخر زي ما شفت. بس جميله بصراحه، طعمها تحفه والله العظيم. اعملي بالطريقه دي، اعتمديها عندك بجد،
حطي كوبايه دقيق بسبوسه بصي يا على محمد. كوبايه دقيق بصي. عادي. اسمعي كلامي والله العظيم ما هتندمي ابدا. نعملها مع بعض ان شاء الله المره الجايه لايف. قومي دلوقتي، استني بس، قومي دلوقتي. لو عندك بقى الحاجات موجوده حطي كوبايه دقيق، كوبايه سيمولينا اللي هو بتاع البسبوسه، بيكنج باودر نصها بقى سيمولينا، كوبايه، وواحده بيكنج باودر، ومعلقه خل، وورقه فانيليا. السيد ابو حفيظه قال ف الابيعه قال طب تصدق انا بحب سيد ابو حفيظه جدا ده جميل قوي لما كان سيد ابو حفيظه، لكن الهبل اللي عامله دلوقتي ده ولا ليه لازمه. وانا هبقى اما عمل هو سيد ابو حفيظه فيلم بس. الكابتن يعني. لا البدله معرفش ايه، في بيتنا راجل ولا مش عارفه اسمه ايه. في بيتنا مسلسل والله ايه مش فاكره. مش مهم، هي علينا. لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. فقومي بقى زي ما قلت لك كده، اعملي اللي بقول لك عليه. قربي كده يا ماما. اعملي زي ما بقول لك، وقومي دفي البيت واعملي صينيه كيكه كده بالدقيق والسيمولينا، كوبايه في كوبايه. بصي مفتحه ازاي. بصي انا بقول لك انت عشان انت اللي بتطلعي فيها القطط الفضل. لا والله العظيم انا عجبتني بجد والله. غير كده كلها سوى واحد، يعني الارتفاع من الجناب. انا بقول الصينيه اللي زي ارتفاع في حلوه، النص. الصينيه اللي طلعتها حلوه. هي الصواني دي بصراحه بص الصينيه الالومنيا يا جماعه، هي صينيه اي نعم يعني قديمه شويه بس بتسوي الحاجه كويس. مش ممكن الصينيه الاثريه الجميله بتاعتي دي اصغر صينيه في الطقم عندي. تحفه. وما شاء الله طلعت جميله ما اقولكوش. كوبايه زبادي ما تاخديش منها نص، وحطي زبيب. هي حطت نص، الزبديه حطت نص جهينه دي. طب حطيها يا اختي حطيها كلها، ما علينا. انتوا واخدين بالكم الكلام وعكسه؟ ما علينا، انا بقول لك معاكم حطيها صوت كلها، أخوكم حطي بالتعليق. كوبايه الزبادي كلها بحالها. اي نعم، مين يشهد للعروسه غيركم؟ بس يلا انا راضي. وتحطي نص كوبايه زيت ومعلقه حلوه سمنه كده ما بلدي. تنسيش الزبيب عشان يبقى ايه منقط، تبقى كيكه منقطه. وطبعا تحطي بقى كله في بوله كده، تحطي لهم ايه بقى، تحطي المكونات كلها ديت في قلب بوله كده. لا بوله ايه، انت هتحطي الاول تضربي الزيت مع السمنه مع الزيت مع الزبادي في عشان الخلاط. هقول لك ما توجعيش قلبك، وهحط لكم في اول تعليق مثبت المقادير اللي انا عملتها بالظبط، وممكن احط لكم المقادير اللي ماما عايزاني احطها الاساسيه. ايوه بس سواء كده او كده اهم حاجه النتيجه طلعت ايه، تحفه. شفتوا الدقيق يا جماعه ما خشنش الكيكايه، سبحان الله والله العظيم ولا فرقت حاجه. ممكن تحسي بخشونه سنه وتقولي مثلا ايه داخله على ريحه البسيسه كده، بس تحفه بجد. السيمولينا يعني خلاها ملمس الكيكه. المهم جيت لقيت ماما جايبه كيس حلويات كده بسكويتات مع نفسها كده لوحدها، فكرتني زمان لما كان حد بابا ولا حد ياخدنا كده نروح عند البقال، كشك مثلا، عند الكشك ولا يجيب السجاير ويقوم جايب لهم واحنا ننقي البسكويتات. خدي عبي اللي انت عايزاه، الله يرحمه الف رحمه. عسل تروح له هو وامواتنا يا رب واموات المسلمين، امين يا رب. اختمي بقى الفيديو يا ماما ده عشان ايه. طبعا ما تنسيش بقى ايه كوبايه الشاي باللبن، وتقومي الصبح بقى تقومي فطرانه تقولي الله تسلم ايديك يا ماما بلبله. حاسه على اخر ما نخلص الفيديو ده وانا هكون خلصت على لا ده بص تخلص وانا بقول لها عماله ريقي نشف اعملي كوبايه شاي بلبن. اعمل لك انت لسه قايله حالا. بصوا خلصت الصينيه، بصوا اهي خلصت نصها. فتقومي الصبح عامله شاي بلبن لاولادك وتفطري منها بقى تقولي الله تسلم ايدك يا ماما بلبله. الكيكه طلعت تحفه، بس اعملي بنفس الطريقه دي، سيمولينا على دقيق عادي، وان شاء الله تبقى احلى كيكه وتاكلوها بالف هنا وشفا يا رب كده، وتلاقوا بقى البيت بقى دافي وريحته بقت جميله متعطره بالحاجات الحلوه مع كوبايه شاي بلبن كده، ولادك يفرحوا وياكلوا حاجه تدفيهم. واللي يفيد بقى تقومي حطها في الفرن، مش هيجرى لها حاجه، الدنيا ساقعه، وتقومي الصبح على خير كده ان شاء الله
شاي باللبن مع حته كيكه كده، والف هنا وشفا يا رب على قلبك وقلب اللي هياكل منها. سيبكم انتوا، وجود الام في البيت دفى. سيبكم من والله. الكيكه وسيبكم مش عارفه ايوه دفى. بص عامله زي وحشني الفار اللي بيقرقض فيديوهاتي ازاي، معاها. بصوا مرقضاها زي الفار ازاي. كنت هكملها، خدتها مني بصوا قلت اهي. ارقط في الموز. فار عمال يقرقض. امنه. اتشرفت بيكم وفرحانه بوجودي في وسطكم، ربنا ما يحرمني منكم، ودايما مجتمعين في الخير وفي الهنا وفي السعاده يا رب كده، ونفرح بنجاح يا رب ولادكم. ويوم ما ولادكم ينجحوا ان شاء الله تعملوا لهم احلى كيكه والحلويات الجميله، وممكن تعملي تورتايه جميله هبقول لك على طريقتها الجميله العسل، وتعملي احلى تورتايه في نجاح ولادك ان شاء الله يا رب. شرفنا بيكم وهتوحشونا من هنا للفيديو الجاي. الف سلامه يا حبايبي. ودي بقى انت الموزه دي